مساء الخير عملائنا الكرام. النهاردة هنتكلم على موضوع مهم بخصوص الحر والاحتباس الحراري جوه الشقق، وإن إحنا داخلين على فصل الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة جدا اللي بنقابلها، وخصوصا الناس اللي هي ما عندهاش تكييف أو ما عندهاش المقدرة إنها تركب جهاز تكييف. والمشكلة الأكبر كمان ارتفاع فواتير الكهرباء الجامد اللي بقى بجد مرهق لأي حد. النهاردة فكرنا في فكرة جميلة، أنا عن نفسي بعملها من سنين وشغال عليها من سنين. من قبل ما اركب جهاز التكييف لقيتها فعلا عملية، وحتى لما ركبت جهاز التكييف برضو بقى فيه امكانية ان انا اقدر استغنى عنه واشغل الدورة دي. هي الفكرة ببساطة ان انا بعمل دورة هواء مستمرة جوه الشقة. ايه دورة الهواء دي؟ ان انا على طول بخلي الهواء داخل من بره الشقة او من الشارع من بره، تمام، وماشي في الشقة باستمرار في دورة هواء ماشية بانتظام. دورة الهواء دي طبعا بتمنع، من فوائدها ان انا بمنع الاحتباس الحراري اللي جوه الشقة. طبعا احنا عارفين ان بالنهار، ولو خصوصا لو دور اخير كمان، يعني ان الشمس ضاربة طول النهار في السقف وضاربة في الحيطان. لو مفيش حوالين منك جيران فبتبقى الحيطان سخنة جدا والسقف سخن جدا، فبتبقى درجة الحرارة جوه الشقة مرتفعة. مهما مشغل مراوح او كده، المراوح بتقلب الهواء اللي جوه الشقة، هي ما جابتلكش هواء جديد من بره، هي بتقلب لك الهواء اللي جوه الشقة. فبالتالي الهواء اللي جوه الشقة ده بقى، إن كان في دخان، حد مدخن، إن كان في ريحة أكل، إن كان درجة الحرارة سخنة، كل ده جوه الشقة طبعا مش متهوي. طب أنا هحل المشكلة دي إزاي؟ المشكلة دي إن أنا أحلها إن أنا بعمل دورة هواء مستمرة بتدخل لي الهواء من بره باستمرار. طب إيه الفايدة منها؟ أولا دورة الهواء اللي ماشية باستمرار دي بتسحب الهواء اللي جوه الشقة، الهواء السخن، الاحتباس الحراري، بتجيب لي هواء جديد من بره درجة حرارته أقل من اللي جوه الشقة، تمام. في الوقت نفسه بتسحب اي ريحه دخان لو حد مدخن في المكان، اللي يدخن يدخن خلاص بقى، الموضوع مش فارق، كده كده الدخانه بتسحب باستمرار. وفي الوقت نفسه بتحمي الاطفال من ريحه الدخان، بتسحب درجه الحراره من جوه الشقه، بتسحب اي روايح جوه الشقه، مثلا لو المطبخ شغال او اكل او الكلام ده كله بتسحبها باستمرار. طب عشان الفكره دي تنجح اعملها ازاي؟ بصوا كده معايا على الرسم. الرسمتين دول فيهم معظم تقسيمات الشقق بتاعتنا، معظمها، تمام. الرسمه الاولى بتقول ادي مثلا دي البلكونه اللي على الشارع، تمام. معظم الناس عندها بلكونه، ناحيه بلكونه وناحيه برج، اوضه، تمام. وبعد كده باب، وادي باب، والصاله، ده بيبقى بير السلم وده باب الشقه، تمام. وبعد كده بنخش بقى على اوضه جوه، حمام، منور، مطبخ. طب الفكره هي ايه بقى؟ الفكره ان كل مطبخ عندنا بيبقى فيه شفاط، طبيعي ان فيه شفاط، تمام. الفكره بقى ان انا عشان تنجح ان انا هستخدم الشفاط ده باستمرار، ولو عايز ازود قوة الهواء المسحوب واخليها تنجح اكتر ازود شفاط تاني في الحمام. يبقى انا مركب شفاط في الحمام، شفاط في المطبخ، ولو عندي امكانية ان انا اركب شفاط تاني في الأوضة الصغيرة مثلا اللي جوه دي، اللي هي بتدي على المنور، يبقى كده تمام أوي زي الفل. لو انا قدرت اعمل كده هيبقى كويس. طب لو انا ما ركبتش الشفاط هنا، الأوضة دي مش هيبقى فيها حركة هواء، تمام. مشغل شفاط المطبخ بس، هيبقى الهواء ماشي كده. طب الفكرة بتاعتها ايه؟ ان الهواء هيخش من بره كده كده، وهيخش في الصالة، والشفاط كل ده الشفاط هو اللي بيسحبه، واثناء ما الهواء ماشي بياخد في وشه بقى كل اللي احنا قلنا عليه، بياخد في وشه الصهد اللي بتاع الحيطان والسقف، بياخد اي درجات حرارة جوه، بيعدي على المطبخ. هنا بقى بيفيدني في المطبخ في حاجتين مهمين قوي، يعني عندي التلاجة والديب فريزر، لو المطبخ حر بنقابل عملاء كتير قوي عندهم المشكلة دي، المطبخ بيكون حر فبيأثر على درجات الحرارة بتاعت التلاجة والديب فريزر، وفي الوقت نفسه بيفرق في وقت التشغيل وبيفرق في التبريد بتاعه. انما لما يكون في تهوية باستمرار في المكان بتفرق جامد قوي في درجات الحرارة. فانا عندي لما الهواء هيعدي كده هو زي ما احنا قلنا، الشفاطات بتشفط، مفيش مكان تسحب منه غير الشباكين اللي بره، تمام. فهتسحب من هنا، والطبيعي طبعا ان انا الشبابيك دي لازم تكون لو في شيش مقفول عشان يداريك مثلا من الجار، وتقفل السلك وتفتح الازاز. السلك ده عشان طبعا تمنع دخول اي دبان او ناموس لو في اماكن الريفيه، او في الوقت نفسه
يمنع دخول اي حشرات من بره. مفيش، خلاص يبقى افتح الازاز وافتح السلك ولجج الشيش مثلا عشان ما تكونش مكشوف للجار، وبالتالي الهواء هيتسحب مجبر من هنا ومن هنا، وهيعدي من البيبان ديت، وهيعدي في الصالة، وهيخش على المطبخ من الشفاط ده، هيخش على الحمام من الشفاط ده، هيخش على الأوضة اللي جوه من الشفاط ده. لو أنا عملت كده مع تشغيل مراوح، هتلاقي الشقة عندك مكيفة حرفيا، مكيفة بمعنى الكلمة. يعني احنا بالليل درجة الحرارة بره لو بالنهار مثلا واصلة ل 39 40، بالليل ممكن بتوصل ل 30 28 27. 27 دي درجة حرارة ممتازة جدا بتبقى بره، بس في حين ان درجة الحرارة جوه الشقق بتكون متخزنة من الحيطان والسقف، فبتلاقي درجة الحرارة جوه الشقق وصلت معانا لأكتر من 38 و37، وبتبقى نسبة الرطوبة عالية وخانقة، فبتبقى محتاج تشغل التكييف. لكن انت لو عملت كده اضمن ان درجة الحرارة اللي في الشارع هي نفس درجة الحرارة اللي جوه الشقة، لان الهواء متغير باستمرار. صدقوني الفكرة دي ناجحة وعن تجربة، مش بقول كده من دماغي، لا ده عن تجربة، وانا عملتها واشتغلت بيها سنين وناجحة جدا. تمام. دي تقسيمة بيت. ماشي. الاوضتين اللي بره والصالة، بير السلم خلاص احنا ملناش دعوة بيه، وزي ما احنا اتفقنا ده الحمام مطبخ أوضة المنور. طب في أماكن تانية التقسيمة بتاعتها بالطريقة دي ازاي؟ بيكون المنور في وش بير السلم كده، المنور بيكون في وش بير السلم، بيبقى عندي اوضتين مفتوحين اهم، البيبان بتاعتهم، والهواء بيعدي على الصالة طبعا، وانا مشغل الشفاطات، الشفاط اللي في الحمام والشفاط اللي في المطبخ اهو. الهواء مجبر ان هو يتسحب من الصالة، طبعا الصالة هتسحب من الاوضتين اللي بره من الشبابيك وهيفتح كده. طب خليني انا بقى دلوقتي قفلت الشباك ده، خليته محكم الغلق، الهواء هيعدي منين؟ هيعدي من الاوضة دي، مجبر ان هو يعدي من الاوضة دي. طب خليني انا قفلت دي وفتحت دي، يبقى الاوضة دي اللي هتتهوى ودي مش هتتهوى. انا بتكلم على الشبابيك، وزي ما قلنا نقدر نقفل الشيش ونسيب الشبابيك، السلك هو اللي مفتوح، نسيب الازاز مفتوح والسلك هو اللي مقفول عشان ما ادخلش حشرات من بره. تمام. الهواء هيعدي من هنا او هيعدي من هنا على الصالة وعلى المطبخ والحمام. طب الأوضة دي ما تهوتش ليه؟ للأسف عشان مفيش اتجاه للهواء منها، لأنها بعيدة عن المنور. هنا أفضل ليه؟ لأن المنور في مكان الأوضة والحمام والمطبخ هما بيطلوا عليه، قادر إن أنا أسحب منهم بالشفاطات. إنما في الرسمة دي مفيش أي تهوية للأوضة دي. تمام. الفكرة دي يا جماعة بجد فكرة ناجحة، يعني ما فيهاش أي تكلفة خالص. كهربة الشفاطات لا تقارن أبدا أبدا بكهربة التكييف، فرق شاسع قوي ما بين كهربة الشفاطات والتكييف. تمام. عشان النظام ده ينجح والفكرة دي تنجح ونلاقي فرق شديد في درجات الحرارة اللي احنا بنتكلم عليها، لابد ان تكون دايرة الهواء شغالة باستمرار، الشفاطات دي تكون شغالة باستمرار، ولابد ما يكونش فيه اي تسريب هواء غير من هنا وهنا. طب اللي فهم معايا الدايرة دي كويس وفهم انا اقصد فيها ايه وهيقدر ينفذها يقول لي، لو انا فتحت باب الشقة، باب الشقة هنا لو انا فتحته، تمام، لو انا فتحت باب الشقة ايه اللي ممكن يحصل بالطريقة دي؟ هل دايرة الهواء هتبقى ماشية مظبوط ولا هيبقى ايه مشكلتها؟ يا ريت اللي عرف يجاوبني في التعليقات. تمام. وجربوا الفكرة دي عشان بجد ناجحة وهتفيدكم كتير. مركز الراعي الصالح، مهندس مجدي مكرم، 012-2-4-5-4-2-0-3-4، مهندس أبانوب مجدي، 012-2-155-19-77. بنقول لك بجد لو الفكرة دي عجبتك وهتبقى ناجحة معاك، وهي أفيد وأفضل من التكييف الصحراوي بكتير بمراحل. لو أنا حبيت أقارن ما بين مميزات وعيوب ما بين الدايرة دي وما بين دايرة التكييف الصحراوي، فرق شاسع. التكييف الصحراوي للأسف بيعمل نسبة رطوبة عالية في المكان وبيتعب التنفس، إنما الفكرة دي هواء متجدد باستمرار، درجة حرارته أقل، تكييف بمعنى أدق بدون استخدام كهرباء. كل الفكرة إن كل بيت عندنا فيه شفاط في المطبخ، أنا لو اشتغلت على شفاط المطبخ بس الفكرة ناجحة.
عايز اسرع سرعة الهواء وحبيت اركب شفاط تاني على الازاز بتاع الحمام، فكرة برضه هتبقى ازيد نجاح. عندي اوضة بتطل على منور تاني وحبيت اركب عليها شفاط تاني، سرعة الهواء هتبقى اكتر وهتبقى انجح. لو انت مبدئيا حابب تجرب، ماشي، جرب بنفس الطريقة كده اهو. اقفل الأوضة دي كويس جدا مثلا، واقفل الباب ده وحط رجلك كده تحت عقب الباب ده كده او تحت حرف الباب ده، وشوف كمية الهواء اللي معدية ان كان هنا ولا هنا وانت مشغل الشفاط. هتلاقي كمية هواء بجد كتيرة، وهتأثر معاك وهتفرق معاك في تبريد الشقة. حبيت افيدكم بتجربتي اللي انا عملتها، ونتمنى انها تعجبكم. ويا ريت اللي فهم ويقدر يقول لي في التعليقات، لو انا فتحت باب الشقة وسبته مفتوح ايه اللي هيحصل، والهواء هيمشي ازاي، ومدى الاوض اللي هتتهوى والاوض اللي مش هيقف، اللي هيقف فيها حركة الهواء. الحركة دي طول ما انت شغال عليها وبتقلب الهواء بالمراوح هتفرق جامد قوي قوي معاك. اتمنى تكون الفكرة عجبتكم، ويا ريت تدعمونا بتعليق، تشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.